خلاص، زهقنا من التحفيز. زهقنا ان احنا نقعد نقول لك قوم ذاكر قوم ذاكر قوم ذاكر، والفرصة اللي موجودة النهاردة هتبقى صعبة بكرة. انت قاعد بتعمل ايه؟ بطل بقى مرقعة، بطل قاعدة على القهوة. يا صباح الخير يلي معانا، يلي معانا والكروان ايه بقى؟ ايه اللي بعد كده؟ ما بحفظش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا صباح الخير، يا صباح الفل. معرفش احنا وصلنا الجولة الكام دلوقتي. طبعا شايفك اللي بتقول انت لابس السماعات ليه، هقول لك ان النهاردة الجو ساقع شوية وكان المفروض ان أنا البس جاكيت، ولكن فضلت السماعات لان هي ايه، بتدفي الدنيا. المهم جاهزين ناخد جولة مع بعض. اه صحيح ممكن يكون المكان مكرر طريقة او باخرى، ولكن ان شاء الله نتمنى ان هي تكون برضو جولة كالمعتاد، ما فيهاش اي معلومات غير ان احنا بنشوف حاجات جديدة مع بعض وبنتكلم وبندردش. ولو انت لسه اول مرة في القناة حاجنا او حجنا او بتاعتنا، فعايز اقول لك ان احنا في فيديوهات كتيره قوي احنا عملناها لغايه دلوقتي، سواء ان احنا بنتمشى مع بعض او ان احنا اتكلمنا بشكل عام عن ازاي تقدم وكده. وفي الوقت الحالي احنا ما بنقدمش حاجه غير ان احنا بنقدم تجارب يوميه حياتيه على حسب اللي موجود اب تو ديت. فيما عدا ذلك يا باشا، في الفيديو ده بالنسبه لك مش هيفيدك في اي حاجه غير ان انت هتحس ان في حد بيتكلم وبيهبد بس. الجماعه الهبيده يجوا معانا، احنا ما فيش اي مشكله خالص. احنا الناس اللي متعوده خلاص هي عارفه احنا بنعمل ايه. ويلا بينا تعالوا نقلب بقى نقلب ايه، نقلب الكاميرا يا عم. مش هتقوم تفيز ذاكر بقى ولا ايه؟ ما خلص الفيديو يبقى قوم فيز ذاكر، مفيش اي مشكله خالص. تنساش بقى لما يعجبك ان شاء الله الفيديو، لو عجبك تبقى تعمل بقى اشتراك، لايك، اي تعليق لو عندك اي سؤال. وبمناسبة الاسئلة، علشان خليني بقى ايه اتكلم بقى بجد في الموضوع بتاع الاسئلة ده. انا بقالي فترة كبيرة جدا الناس بتبعت لي نكلمك ازاي نكلمك ازاي نكلمك ازاي. قبل كده انا فتحت الاستشارات وكنت حاطط يا ساعة رمزية، لأن الساعة دي لا تتناسب إطلاقا مع الساعة الحقيقية اللي أنا المفروض لو أنا يعني هبذل من وقتي وجهدي معاك. وفي نفس الوقت دي برضو لا تمثل إطلاقا إن هي أي استشارة هجرة أو سفر أو أي حاجة. هي من الآخر كده أنا بدردش معاك من خلال تجاربي الحياتية فقط، كأن إحنا أصحاب، بس عشان ما تبقاش أنت رافع سقف توقعاتك. ولكن لو أنت عايز يعني بجد استشارة متخصصة بقى بشكل قانوني، انا سايب كل الحاجات دي في الوصف. شايف سايب مستشار الهجره في الوصف، تقدر ان انت تتواصل معاه. ده بخصوص الاعمال الماهره فقط والدراسه. فيما عدا ذلك ما اعتقدش ان انت هتلاقي حاجه تفيدك عندنا يعني. فبالنسبه للاسئله، انا يعني لسبب ما انا شلت الاستشارات دي تماما، فبالتالي ما فيش اي حاجه قدامك دلوقتي غير ان انت تكتب الاسئله بتاعتك، ولو انا قادر ان انا اساعد مش هتاخر. والحين لما نرجع هتبقى الساعه برقم كبير قوي محدش يقدر عليه، علشان انا والله ما بقولش كده عشان بس اتنك على حد، بس انا فعلا وقتي مضغوط جدا. فمن الاخر اللي هيدخل يكلمني ده يعني بطريقه او باخرى هيبقى يعني هيصبح بعد هذه المكالمه صديق يبعت لي على الواتس، اقدر ارد عليه عادي باز فريندلي وليس كشغل. فيما عدا ذلك لحين بقى ما نشوف احنا هنعمل ايه في الموضوع ده. يلا بينا نكمل جولتنا. في حاجه بقى، لو انت كنت شفت فيديوهات في نفس المكان ده قبل كده، حد يقول لي بقى هي فين الناس، فين الناس، فين الناس؟ لان احنا المرة اللي فاتت كنا بنصور في المكان ده وكان يوم ويك اند، فكل الناس نازلة تجري. النهاردة بقى فالوضع مختلف شوية، عشان النهاردة يوم عمل، فمش كل الناس هتنزل. يعني في ناس بتجري وفي ناس بتمشي، لكن مش كل الناس طبعا مش هتبقى بنفس الكثافة. يعني ادينا دي شرقاوي شرقاوي ادينا، وخلينا ماشيين. ما تزنقش نفسك يعني، خلينا ماشيين، خلينا ماشيين ونتكلم مع بعض ونشوف الحاجات الحلوه. في طياره هناك، هي انا ما اعرفش انتوا شايفينها ولا لا، بس منظر البحر النهارده كويس صراحه. يعني في هوا والدنيا لو انت يعني طلعت هتسقع يعني.
هو انت بتهبط بتقول يا هندسه اعمل لكم يا جماعه؟ ما هو انا يعني لازم برضو لازم ناخد فرصتنا في ان احنا نتكلم. خلاص زهقنا من التحفيز، زهقنا ان احنا نقعد نقول لك قوم ذاكر قوم ذاكر قوم ذاكر، والفرصه اللي موجوده النهارده هتبقى صعبه بكره. انت قاعد بتعمل ايه؟ بطل بقى مرقعه، بطل قاعده على القهوه، اجل حماده وحسين والناس دي كلها شهرين ثلاثه اربعه. يعني زهقنا من كل الكلام ده. فاحنا بقى عايزين يعني ايه؟ عايزين نتفسح بقى. فخد الفيديو ده فسحه. انا ان شاء الله النهارده مش هشتمك يعني هحاول اكون محترم، مش هقول لك تقوم تذاكر وتفز ذاكر وتتكسف على دمك كده وانت قاعد بروطه وقاعد عمال تقزقز لب، ولا تاكل سوداني ومقضيها بس احلام انا نفسي انا نفسي وما بتحققش اي حاجه ومش عايز تقوم. لا 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 لا, لا. انا مش هشتم يا جماعه. انا مش هشتم ولا هزعق ولا هعمل اي حاجه. احنا ناس محترمه، احنا كلنا كبار بالغين عاقلين، فالمفروض ان احنا ما نضايقش بعض. صح كده ولا ايه؟ صح يا باشمهندس، انت بتقول كلام زي الفل، احنا ما نقدرش نعارض، مفيش اي مشاكل خالص. خلينا ندخل بقى الكيدز اريا دي علشان احنا ما دخلناهاش. دي بقى ان شاء الله يعني لما ربنا يكرمك كده وتقوم تفز ذاكر وتحلم بالمستقبل انت والاولاد كده ان شاء الله على خير، انت وزوجتك او انت وزوجك، ايا ما يكن، وتبداوا بقى ايه تجيبوا الاولاد ان شاء الله في يوم من الايام هنا. تذكروا هذه الرساله لكم ان بداتم الان، فان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله خلال الوقت لا يعلمه الا الله ان انتوا هتكونوا موجودين في هذا المكان او في مكان تاني، علشان هي استراليا الى حد ما متشابهه. فده المفروض ان ده مكان، المكان ده انت سعادتك بتقعد هنا واولادك بيدخلوا يلعبوا في المكان الجميل ده. طبعا دي كيدز اريا مش كبيره، وفي برضو جلسات هنا اهي. الجلسات داير ما يدور الايه المكان نفسه. يعني هي تعتبر ان هي حاجه بسيطه يعني. طبعا الرابر اللي انا ماشي ده عمالي حلو بصراحه يعني ده رابر بجد اللي هو المطاط ده، يعني اللي بتقف عليه فعلا بتحس انك بتنزل، يعني عشان لو لا قدر الله ربنا يحفظ اولادكم جميعا لو حد وقع ولا حاجه يعني. طيب نيجي بقى للجزء اللي بعديه. بما ان في كيدز اريا، طبعا الجلسات دي حاجه يعني حاجه اساسيه في كل مكان. يعني انت ما بتلحقش اصلا تكمل 20 متر تقريبا، يعني لا يتعدى ال 20 متر او 15 متر من جلسات. وفي جلسات عائليه زي اللي انتم شايفينها دي لو في جروب مع بعض. وبعد كده في كمان هنا، دي المفروض ان هي دي الحمامات، ماشي بالديزاين الجميل ده. دي هي الحمامات وبس يا سيدي. دي حمامات عامة طبعا يعني. وهنا بقى طبعا في اللاندسكيب وفي جلسات وفي حركات وطبعا زي ما قلت لكم ان دايما الاعداد موجودة في كل مكان. عدد بسيطة جدا خشبية اعتقد، وطبعا المطر مطلع روحها، انا معرفش ايه الاسباب ان هم عاملين. وطبعا هنا برضو ممكن تقعد، محدش يمنعك ان انت ما تقعدش بشكل عام يعني. طبعا دي كلها الحاجات اللي انتوا شايفينها دي المفروض ان هي يعني معظمها بتبقى شقق فندقية متأجرة عن طريق الاير بي ان بي او بعض الشقق للملاك. ف بس والناس الناحية التانية بتجري. انا اخدت طريق صلاح سالم اللي مش زحمة خالص طبعا الاخوة المصريين عارفين انا بتكلم عن ايه طبعا. ايه تاني احنا ما قلناهوش. طبعا دي سعادتك دي المية، والمية دي فيها سمك والسمك ده احنا ممكن نصطاده. في ناس هنا بتيجي تصطاد. اي كلام في اي كلام، اي كلام في اي كلام. لو هيجي له واحد من نص الفيديو يتفرج عليا يقول ايه يا عم، هو انت بتقول ايه؟ مش فاهمين منك حاجه، انت عايز توصل لايه؟ يا عم مش عايز اوصل لحاجه، انا راجل بنزل اتمشى وبشغل الكاميرا، مش عايز اوصل لاي حاجه. لو انت من الناس اللي مش عايز توصل لاي حاجه غير حاجه واحده بس، ان انت تقوم تفز تذاكر وتعمل اللي عليك، فانت يا باشا ده مكانك. انت مكانك هنا، مفيش اي مشاكل. احنا كنا قبل كده معانا الكاميرا الاولى ما كانش فيها كان فيها الاهتزازات كانت كتير قوي، فجبت كاميرا عشان خاطر عيونك، علشان الدنيا تبقى ايه احلى واحلى. طبعا ده مطعم يعني بس لسه لم يفتح بعد. ليه؟ لان الساعة دلوقتي تحديدا الساعة 6:15،
فستة وتلت دي يعني معظم الحاجات هنا. المطاعم طبعا ليها وقت محدد، لكن الحكومة معظمها بتفتح اعتقد يعني من 8:30. فاكرين يا جماعة زمان كده جيل التسعينات يصحى معايا كده، وده الجيل الشغوف في الوقت الحالي بالهجرة لاستراليا او كندا او امريكا او ايا ما اي بلد يعني. كنا بنصحى الصبح كده الساعة 6:30 7 كده، تسمع ام كلثوم كده: يا صباح الخير يا اللي معانا يا اللي معانا والكروان مش عارف. كانت ايام جميلة طبعا، ما كانش في حد بيبقى عايز يصحى يعني. لكن في الاجازات تلاقينا كلنا بلا استثناء من الساعة 6 الصبح في الشارع. قال لا طب فين النوم؟ عشان الممنوع مرغوب. ازاي تقوم تلبس وتروح المدرسة؟ مفيش الكلام ده. ده يا جماعة حاجة كده اشبه من الكروز. اه يعني بس كروزية صغيرة يعني. فاعتقد ان دي بتكون برايفت اجر او حاجة زي كده يعني، مدفوعة. واللي بعدها دي انا معرفش دي بيعملوا بيها ايه بصراحة، لو حد يعرف يقول لي. دي اعتقد ان هو مطعم. ليه؟ لانه كلانش ودينر كروزز هير. فانا اعتقد ان هو معرفش بقى، هي اكيد بتتحرك وانت بتقعد تاكل بقى والحاجات الجميله دي. طول ما احنا ماشيين كده في مطاعم وفي صابواي هناك اهو. بيقول لك بقى لو انت يعني عايز بقى تحجز فدي كل دي التفاصيل اللي انت البوكينج اسينشالز. عندك الارقام التليفون، وعندك الفيسبوك والانستجرام بس. فدي ممكن تاخد رحلات بسيطة، او ان انت بتروح سيدني بتركب يعني يعتبر شبه ببلاش في النهر من عند اوبرا هاوس كده. يعني انا معدي جنبي دلوقتي يعني ربنا يديها الصحة ويعافيها يا رب ويديها القوة. هي بتجري اعتقد ان هي معدية 75 سنة وانا ماشي. بس طبعا مش هينفع اجري يا جماعة، اجري ازاي وانا بصور لكم؟ فالمفروض الواحد بيمشي هادي. انا بس بحاول ان انا اجيب لكم حاجة مختلفة عن المرات اللي فاتت. تعالوا نعدي ندخل البارك اللي هناك دي. قول لي على بارك على المشكلة طبعا دلوقتي في ان انا عايز اعدي. طبعا هنا لازم دايما تبص شمالك مش يمينك عشان الطرق مختلفة. خلي بالك يا صديقي، عشان الموضوع ده اكتر حاجة هتزعجك لما تيجي، لما فجأة تلاقي نفسك كل حاجة حرفيا مقلوبة شمال. حتى الباب لما بيجي بيفتح من ناحية الشمال. أي حاجة شمال، أي حاجة شمال. يعني على سبيل المثال أنا كنت ماشي دلوقتي ماشي يمين، المفروض يعني إن أنا كنت أمشي شمال، بس الراجل محترم وعادي مشي شمال. بس والكلب بيعمل حاجات مش المفروض إن احنا نشوفها، وبيبقى معاهم زي كيس كده بياخدوا بقى الفضلات وحاجات زي كده. فاكرين يا جماعه هو المفروض ان ده عنب يعني، اذا لم يخب ظني يعني. والناس طبعا اللي في القرى هتبقى عارفه. وفي كام واحد فيكم كان وهو صغير اصدقاء السوق بيوزوه علشان يروح. طبعا انتوا فاهمين طبعا، تنط فوق السور كده وتجيب عنب من مكان هو مش المفروض ان هو بتاعك يعني. وده نيوكاسل ميوزيوم. ميوزيوم. ودي اعتقد انك دي مدرسه سكولز. و انا يعني لسه ما دخلتش الحاجات دي قوي، بس خلينا نكتشف مع بعض. احنا ماشيين هنعمل ايه؟ احنا ماشيين هنروح فين؟ يلا بينا. شايفين بقى وللصدفة الجميلة، شايفين المبنى اللي فوق ده؟ دي يا جماعة جامعتي، جامعة نيوكاسل. جامعة نيوكاسل هذه الجامعة أنا بفضل الله أدرس بها إدارة أعمال، ماجستير إدارة أعمال. ربنا يوفقك ويوفقنا جميعا ويعيننا على هذا الماجستير. مفيش احسن من انت تقعد تتمشى كده وتقعد يعني تشوف الدنيا رايحة لفين. يعني مكان صراحة مكان جامد يعني. بس فانا قلت ان انا اسيب البحر بقى واسيب الحاجات دي وندخل
يعني نكتشف المنطقة من الداخل. طبعا انا كنت دخلت على الجامعة قبل كده ووريتكم بتاع، بس عادي احنا الجامعة دي هتاكل معانا عيش زي الفل يعني. هتبقى ده الروتين، الديلي روتين بتاعي تقريبا يعني. ف لسه الفيديوهات بتاعتها جاية وهيبقى فيها يعني شغل عالي يعني. طبعا زي ما قلنا ان المحلات كلها قافلة، علشان يا جماعة احنا الساعة 6 ونص الصبح دلوقتي، الساعة 6 ونص الصبح، وده أفضل وقت على الأقل بالنسبة لي في إن إحنا إيه يعني نصور فيديوهات. بس أنا مش شايف صراحة أي حاجة، مفيش إثارة كده. يعني إحنا لو كنا ماشيين على المية هي في النهاية مية، لكن إحنا دلوقتي عمالين ندخل في شوارع وكده. بس عادي، في ناس برضه أعتقد إن هي حابة إن هي تشوف تفاصيل التفاصيل. أنت متخيل ما بين العمارة والمبنى في عنب يا جماعة، عنب. اللي عايز عنب يا جماعة، اللي عايز يجي ياكل عنب. بس طبعا لسه ما طلعش اعتقد يعني، مش عارف هو ده عنب فعلا يعني، ده شكله. فصححوا لي يعني. طبعا زي ما قلنا ان الجلسات في كل مكان، هنا الجلسات في كل مكان. حول صديقي، الجلسات في كل مكان. لو حبيت ان انت ترتاح هتقدر ترتاح، لو حبيت ان انت ترتاح هتقدر ترتاح. طبعا يا جماعة دي نيوكاسل اللي هي اصلا يعني محسوبة ان هي ريجينال. طبعا مش محتاج افسر بعد كده يعني. اوريجينال مين يا عم؟ ده احنا اللي اوريجينال يا عم، احنا اللي احنا اللي اوريجينال يا ريس. بس فهنرجع للشارع بتاعنا، هنعمل للخلف دور علشان نرجع بقى ونكتفي بفيديو واحد النهارده، علشان انا بصراحة يعني تعبت. وطبعا زي ما انتم شايفين كده البلديات شغالة بقى بتاخد الزبالة. تمام، ده وقت الصبح كله بيجي ياخد الزبالة. ف فالدنيا تمام، وده الوقت اللي بياخدوا فيه الزبالة يعني الصبح كده. ورجعنا تاني للمنظر الجميل بتاع البحر. أول ما بتوصل المية كده تلاقي نفسك بقى في هوا بقى، والأوضاع بدأت تتغير، والشكل بدأ يتغير، وكل حاجة حرفيا بدأت تتغير يعني كده. الجولة بتاعتنا النهاردة المفروض ان هي خلصت. انا مشيت معاكم تلت ساعة. همشي بقى يعني مع نفسي شوية وبس. زي ما انا متعود ان انا اختم معاك واقول لك قوم ذاكر، اللحظة المتأخرة لم تأتي بعد، هتيجي لو انت شفت الفيديو ده وما قمتش. قوم ذاكر دلوقتي، مفيش حاجة اسمها اتس تو ليت. زي ما قلت وبكرر، اتس تو ليت دي انت اللي بتحددها. يعني لو انت من الفيديو ده اللي شفته قعدت شهرين، فانت كده اخرت نفسك شهرين. لكن لو قمت من اللحظه الحاليه وشفت ايه المطلوب منك، ايه اللي المفروض تعمله، فانت مش اتس تو ليت خالص. ما تقلقش، ما تحبطش. حتى لو انت يعني لا قدر الله دخلت الامتحان مره واثنين وثلاثه، مفيش ما يمنع. انت راجل ناجح. ويا جماعه النجاح دايما ما هو الا عده محاولات فاشله. ده جزء من النجاح، فسيبها على الله. ربنا يوفقكم. قوم فز ذاكر بقى، قوم. اعمل لك ايه؟ انا اجي اذاكر مكانك؟ قوم يالا، قوم يالا. بطل بقى، مش عايز اقول كلمه هتزعلك. احنا قلنا النهارده مش هنشتم ولا هنزعل، خلاص كده. يلا، سلام عليكم.